دكتور دكتور، في حاجة غلط. أنا بكبر، مش قادر أوقف الانقسام. ايه دي بس احكي لي ايه اللي حصل جواك. كنت بعيش عادي، بنقسم وبناخد إشارات من الجسم. فجأة حسيت إشارة غريبة تذكرني أتكاثر، والإشارة التانية اللي كانت دايما توقفني اختفت. شوف، ده لان عندنا جينات مسؤوله عن عمليه الانقسام بتاع الخلايا. تخيلي كده في سياره ماشيه على الطريق، في بنزين فيها وفرامل. طول ما انا ضاغط على البنزين ده هو الجينات اللي مسؤوله عن تشغيل عمليه الانقسام. السياره هتفضل ماشيه في الطريق، وضغطت على الفرامل السياره هتقف، عمليه الانقسام هتقف. تخيلي معايا بقى كده، الفرامل عطلت، ما عادش في فرامل موجوده، الجينات اللي مسؤوله عن ان هي توقف عمليه الانقسام عطلت. ايه اللي هيحصل؟ هفضل في البنزين شغال، هتفضل العربيه ماشيه، كذلك هتفضل عمليه الانقسام شغاله، ومفيش حاجه هتقدر توقفها. فاللي حصل ان بقى عندك بنزين من غير فراغ، ودي اللي خلى الخليه عماله تكبر من غير حدود، وده اللي بيحصل في الخلايا السرطانيه. طب ليه الإشارات اتلخبطت؟ أنا عملت إيه؟ اللي خلى بقى الاشارات دي تتلخبط ممكن يكون خطا صغير في نسخ الدي ان ايه، او ممكن يكون حاجات دخيله زي مثلا دخان السجاير، الاشعاع، او ممكن يكون فيروس خش يعمل مشاكل في الدي ان ايه بتاعنا. والنظام اللي مسؤول عن اصلاح الدي ان ايه حصل فيه مشكله، فبالتالي الاخطاء اتراكمت، وده خلى الخليه يحصل فيها تكاثر او تنقسم بلا حدود. بقيت خلية سرطانية. لسه بدري على انك تبقى خليه سرطانيه. لو الجسم او العلاج اتدخل في الوقت الصح وعرفنا المشكله بدري، ممكن نقدر نمنعك قبل ما تنتشر. في النهايه العنايه بصحتك مهم، نمط حياه صحي واكل متوازن وممارسه الرياضه وتجنب التدخين، كمان الفحص المبكر ومتابعه الاطباء ممكن يوقف اي مشكله قبل ما تكبر.